جاي قصادي في الشارع ده انا عارفه. ايوه كان معايا في الجامعه ال4 سنين. المفروض اسلم عليه بس انا مش فاكر اسمه. محسن؟ لا. ابراهيم؟ مش عارف. عبد الغفور؟ لا لا لا. عامل ايه؟ بيقرب عليا بيقرب عليا. ازيك يا اسطى عامل ايه؟ احنا بنخزن البيانات في حاجات كتير، على فلاشة، على التليفون او على الكمبيوتر، ووقت ما بتحتاج للمعلومة بتدور عليها وبتفتحها. بس تخيل كمبيوتر بيقرر ان في معلومات مهمة ومعلومات لا وممكن يمسحها، او كمبيوتر بيفتح لك في اوقات عشوائية بيانات انت مش عايز تفتحها، زي صورتك وانت بيبي بلبوس اللي طنط سناء شافتها. طبعا كمبيوتر زي ده انت ترميه من البلكونة، بس يؤسفني اقول لك انك محبوس معاه وهو مخك عنده نوعين من الذاكرة: قصيرة الأمد الشورت تيرم ميموري، وهي بتقعد أقصى حاجة دقيقة، وهي عبارة عن الملاحظات السريعة واللي بتقوم بعملية التفكير. والنوع التاني الذاكرة طويلة الأمد أو اللونج تيرم ميموري، وهي بتقعد لمدة بتوصل لعمرك كله. الشورت تيرم ميموري هي مداها محدود جدا، والأبحاث بتقول إنك في المتوسط بتفتكر 4 حاجات. يعني أنا لو قلت لك 10 كلمات دلوقتي أنت في المتوسط هتفتكر 4 كلمات. على عكس بقى اللونج تيرم ميموري بتخزن معلومات محدش عارف مداها، محدش عاش كفايه لحد دلوقتي لدرجه انه يملى ذاكرته كلها. في مره كنت رايح المطبخ عامل ساندوتش، بس اول ما وصلت وقفت وسالت نفسي هو انا ده كنت داخل اعمل ايه؟ موقف حصل معانا كلنا. ده عشان قرار ان انا اعمل ساندوتش متخزن في الشورت تيرم ميموري، وبمجرد ان حاجه تشتتني زي حد ممكن يسالني على حاجه، او حتى يجي في بالي مين شرب في المج بتاعي، ده بيشتتني وبينسيني ان كنت داخل اعمل ايه تاني. في حين انا فاكر الساندوتش بيتعمل ازاي، اللي هي اللونج تيرم ميموري، انا بنسى انا كنت داخل اعمل ايه بمجرد ان انا دخلت المطبخ. دي شورت تيرم ميموري. وطبعا كلنا عارفين ان عشان نفتكر حاجه او ننقل المعلومه من الشورت تيرم ميموري للونج تيرم ميموري بنحتاج نكررها كذا مره، وتكرار المعلومه ده بيقول لمخنا ان المعلومه دي مهمه ركز عليها. بس انت ممكن يجي في بالك سؤال وتقول لي فوزي انت مش قلت لنا ان الذاكره طويله الامد مش بتتملى، وممكن نبقى عارفين كم معلومات ضخم، ليه بقى بننسى؟ سؤال حلو، هروح اجيب الكتاب واقول لك. مخك مش بس بينسى، مخك بينسى وبيتأثر باللي الناس بتقوله وبمشاعرك، وبيخليك مش بس تفتكر معلومات محدودة، لا كمان تفتكر حاجات ما حصلتش اصلا. واحدة واحدة بقى نبسط الكلام ده كله. الذاكرة بتاعتنا ممكن يتلعب بيها عن طريق التخيل. لو انت تخيلت تفاصيل سيناريو معين لموقف مشابه حصل معاك، مع الوقت ممكن يندمج مع ذاكرتك وكأنها حصلت فعلا. او لما بنيجي بنحكي على حاجة حصلت احنا مش بنحكيها بنفس الدقة، بنضيف وبنعدل تفاصيل بسيطة مع الوقت، ومع الوقت التفاصيل دي بتكتر لدرجة ان احنا ممكن نحكي حاجة ما حصلتش. في تجربة مشهورة كانوا بيجيبوا المشاركين وبيدوهم ورقة صغيرة مكتوب عليها تفاصيل حصلت لهم وهم صغيرين، ويخلوا المشاركين يتكلموا أكتر عن تجربتهم. كان في الورق ده تجربة ما حصلتش عبارة عن إنهم ضعوا في المول وهم صغيرين. بشكل ملحوظ عدد كبير من المشاركين صدقوا إن ده حصل لهم فعلا، ده غير إن بعضهم بدأ يضيف تفاصيل على إنها حصلت وهي ما حصلتش. كمان المشاعر بتلعب دور. لو في حاجة حصلت فيها مشاعر فرح أو حزن أنت بتفتكرها بشكل أقوى، بس في مشكلة، مشاعرك هتلون الطريقة اللي هتفتكر بيها، فهتخليك تفتكر جوانب معينة وهتنسى حاجات تانية. زي أنت من بعد ما كنت بتعيط من علاقة كل يوم ممكن تيجي تقول بس العلاقة ما كانتش توكسيك للدرجة، أو تقول العكس. وده كان بريف في رغيف من كتاب ذا ايديوت برين لدين بيرنت. لو حابب تعرف ترشيحات كتب أكتر وإيه الكتب اللي بنحضر لها بريف من قبل ما تنزل، روح على الانستجرام هتلاقي اللينك في البوست. أشوفكم على خير.